هنا. وقال الهدهد: مش بنحكي التاريخ، إحنا بنسأله. آخر مرة قعدت في صمت كامل، حسيت بإيه؟ مش صمت الانتظار ولا صمت النوم، لكن صمت إنك قاعد فاضي ومفيش حاجة بتحصل حواليك. لو حاولت تفتكر اللحظة دي ممكن تلاقيها صعبة، مش علشان ما بتحصلش، لكن علشان إحنا بنعملها نادرة. الصمت بقى زي الحاجة اللي بنتجنبها، مش بوعي دايماً، لكن بفعل، بحركة، بأي حاجة تملي المساحة. وده مش جديد، لكن السؤال ليه؟ زمان الصمت كان جزء من الحياة، ما كانش اختيار، كان موجود. الليل كان هادي فعلا، الشارع كان فاضي، البيت كان ساكت بعد وقت معين. الإنسان كان يسمع صوت نفسه غصب عنه، صوت تنفسه، صوت خطواته، صوت أفكاره. ما كانش في هروب سهل. لو حد زعلان كان بيقعد مع الزعل، لو حد خايف كان بيقعد مع الخوف. الصمت كان بيفرض نفسه، ومع الوقت الناس اتعلمت تتعايش معاه، مش بالراحة دايماً، لكن بالتعود. دلوقتي الصمت بقى نادر. الموبايل في إيدك، الصوت في ودنك، الإشعارات بتيجي، الأصوات بتتقاطع. حتى لو قاعد لوحدك، مش قاعد لوحدك، في حاجة دايماً بتحصل. فيديو، أغنية، بودكاست، صوت في الخلفية. وده مش مشكلة في حد ذاته، لكن السؤال ليه بقينا محتاجين الصوت طول الوقت؟ ليه الصمت بقى تقيل؟ خلينا نقف شوية هنا. الصمت مش فراغ، الصمت مساحة، ولما المساحة دي بتفضى بيبدأ حاجات تانية تظهر، أفكار، ذكريات، أسئلة كنت مأجلها، شعور كنت مش عايز تحس بيه. الصمت مش بيخلق المشاعر دي، هو بس بيكشفها، زي المراية لما تبص فيها مش هي اللي بتخلق الصورة، هي بس بتوضحها. والمشكلة مش في المراية، المشكلة في إننا مش عايزين نبص. الهروب آلية نفسية قديمة. لما الإنسان يحس بخطر بيهرب، لما يحس بألم بيتجنب، وده طبيعي. لكن مع الوقت الهروب بيبقى عادة، مش بس من الخطر الحقيقي، لكن من أي حاجة تخليك تحس. الانشغال هروب، الكلام الكتير هروب، الضحك المستمر هروب، حتى الإنتاجية الزايدة ممكن تكون هروب. مش كل حاجة من دول غلط، لكن لما تبقى الطريقة الوحيدة علشان ما تقعدش مع نفسك، هنا في حاجة. السؤال مش هل بنشتغل كتير، السؤال ليه بنشتغل كتير؟ هل علشان عايزين ننجز ولا علشان خايفين نقف؟ الصمت بيكشف العلاقة بينك وبين نفسك. لو انت مرتاح مع نفسك الصمت مش مشكلة، لو مش مرتاح الصمت بيبقى كابوس. وده مش حكم، ده ملاحظة. ناس كتير مش متصالحة مع نفسها، مش بتحب تقعد لوحدها، مش بتحب تسمع صوتها الداخلي. ليه؟ علشان الصوت ده بيقول حاجات صعبة أحياناً، بيفكرك بحاجات نسيتها، بيسألك أسئلة ما عندكش إجابة عليها. وعلشان كده الصوت الخارجي بيبقى أسهل. أي صوت، المهم ما تسمعش صوتك. تعرف إيه أخطر حاجة في الصمت؟ إنه بيكشف، مش بيهاجم، مش بيحكم، مش بيجبرك على حاجة، بس بيظهر الحقيقة. الحقيقة اللي إنت عارفها بس مش عايز تشوفها، إنك تعبان، إنك مش سعيد زي ما بتقول، إنك خايف من حاجة معينة، إنك زعلان من حد، إنك مش عارف إنت رايح فين. الصمت مش بيخلق المشاكل، لكن بيوضحها، وده مش دايما مريح. هل الصمت لازم يكون مريح؟ لا، الصمت ممكن يكون مؤلم، ممكن يكون تقيل، ممكن يخليك تحس بحاجات كنت هربها، لكن الألم مش دايما شر. الألم ممكن يكون علامة إن في حاجة محتاجة انتباه، حاجة محتاجة تتفهم، حاجة محتاجة تتعالج. لو أنت بتجري طول الوقت مش هتعرف إنك مجروح، لكن لما توقف هتحس بالوجع، والوجع ده مش عقاب، ده دليل. الصمت مش حل ومش علاج سحري، لكنه بداية إنك تشوف نفسك من غير فلاتر، بداية إنك تسمع صوتك الحقيقي، بداية إنك تفهم ليه بتعمل اللي بتعمله. مش كل حد جاهز للصمت، ومش كل وقت مناسب ليه، لكن في لحظة معينة لازم نوقف، مش علشان نحل كل حاجة، لكن علشان نشوف الحاجات زي ما هي، من غير صوت يغطيها، من غير حركة تشتتها، من غير هروب يأجلها. الصمت مش عدو،
الصمت مساحة، والمساحة دي ممكن تكون مخيفة، ممكن تكون فاضية، ممكن تكون مليانة بحاجات مش عايز تشوفها، لكنها موجودة، وطول ما انت بتهرب منها هتفضل موجودة. الفرق الوحيد إنك لما تقف في الصمت بتشوفها، ولما تشوفها بتبقى عندك فرصة إنك تفهم، فرصة إنك تتعامل، فرصة إنك تعرف نفسك أكتر. في ناس بتقول الصمت ذهب، وده صح، لكن مش بالمعنى اللي بنفتكره. الصمت مش ذهب علشان نادر بس، الصمت ذهب علشان قيمته مش في الراحة، قيمته في الوضوح. لما كل حاجة تسكت بتبدأ بتشوف مين انت من غير الأدوار، بتشوف ايه اللي بيضايقك فعلا، بتشوف ايه اللي بتخاف منه، بتشوف ايه اللي محتاج يتغير. والرؤية دي مش بتيجي بسهولة، بتيجي لما تسيب المساحة تفضى. الصمت مش معناه العزلة، ممكن تكون قاعد مع حد وتحس بالصمت، ممكن تكون في مكان مزدحم وتلاقي لحظة صمت جواك. الصمت مش مكان، الصمت حالة إنك توقف الضوضاء الداخلية، توقف الأسئلة اللي ملهاش لزوم، توقف الأفكار اللي بتلف في دايرة، وتسيب نفسك تكون، بس تكون من غير شرح، من غير تبرير، من غير هروب. ليه ده صعب؟ علشان إحنا اتعلمنا نهرب، اتعلمنا إن الفراغ خطر، اتعلمنا إن لازم نكون مشغولين، اتعلمنا إن الوقوف ضعف، واتعلمنا إن الصمت معناه إننا وحيدين. لكن الحقيقة الصمت مش وحدة، الصمت لقاء مع نفسك. تخيل إنك قاعد في الأوضة فاضية، مفيش صوت، مفيش حد، بس إنت إيه اللي هيحصل؟ في البداية هتحس بالقلق، هتحس إنك عايز تعمل حاجة، تشغل موبايل، تفتح تلفزيون، تكلم حد، أي حاجة علشان ما تفضلش قاعد كده. لكن لو سيبت نفسك في المكان ده شوية، هيبدأ حاجات تانية تحصل، هتبدأ تسمع نفسك، هتبدأ تحس بجسمك، هتبدأ تلاحظ أفكارك. مش كلها هتكون لطيفة، لكنها هتكون حقيقية. الناس بتخاف من الصمت علشان بتخاف من الحقيقة، مش الحقيقة الكبيرة، لكن الحقيقة الصغيرة، الحقيقة إنهم مش تمام، إنهم تعبانين، إنهم مش عارفين، إنهم خايفين. والحقيقة دي لما تظهر في الصمت بتبقى واضحة جدا، مفيش حاجة تخبيها، مفيش صوت يغطيها، مفيش إلهاء يأجلها، هي هناك قدامك، وإنت لازم تتعامل معاها. لكن التعامل مش معناه الحل الفوري، التعامل معناه الاعتراف، إنك تعترف إنك مش عارف، إنك تعترف إنك خايف، إنك تعترف إنك محتاج وقت. الاعتراف ده مش ضعف، ده أول خطوة في الفهم. الصمت بيعلمك حاجة مهمة، إنك مش لازم يكون عندك إجابة لكل حاجة، مش لازم تكون عارف، مش لازم تكون واثق، مش لازم تكون مرتاح، ممكن تكون في النص، ممكن تكون تايه، ممكن تكون مش فاهم. والصمت بيسمح لك إنك تكون إنسان، مش آلة، مش بطل، مش حد لازم يكون قوي طول الوقت، إنسان عادي بيحاول يفهم نفسه. في لحظات الصمت بيكون رحمة، مش رحمة علشان مريح، لكن رحمة علشان بيوقف الجري، بيوقف السباق، بيوقف المقارنة، بيوقف الضغط، بيخليك تاخد نفس. وأحيانا النفس ده هو كل اللي محتاجه. إحنا بنهرب من الصمت علشان بنهرب من السؤال اللي الصمت بيطرحه: مين أنت لما كل حاجة تسكت؟ مين أنت من غير الشغل؟ مين أنت من غير الناس؟ مين أنت من غير الأدوار اللي بتلعبها؟ السؤال ده مخيف علشان الإجابة مش جاهزة، علشان الإجابة محتاجة بحث، ومحتاجة صدق، ومحتاجة وقت، والوقت ده بيتطلب صمت. لكن الصمت مش نهاية، الصمت بداية إنك تعرف نفسك من غير ضوضاء، بداية إنك تفهم احتياجاتك الحقيقية، بداية إنك تشوف الفرق بين اللي بتعمله واللي عايز تعمله. مش كل حد هيوصل للإجابات دي بسرعة، ومش كل حد هيلاقي إجابات أصلاً، لكن المحاولة بتبدأ في الصمت. تعرف إيه الفرق بين الصمت والسكوت؟ السكوت إنك تبطل تتكلم، الصمت إنك تبدأ تسمع نفسك، تسمع اللي جواك، تسمع الأسئلة اللي كنت مأجلها. والسماع ده مش سهل، لكنه ضروري.
إحنا بنهرب من الصمت ولا من نفسنا؟ السؤال ده ملوش إجابة واحدة، لكن ممكن يكون بداية إنك تبص جوه، بداية إنك تفهم ليه الصمت تقيل، بداية إنك تعرف إيه اللي بتهرب منه فعلاً. وما تنساش، الهروب مش حل، الهروب بيأجل، لكن اللي بتهرب منه هيفضل موجود لحد ما توقف وتقعد وتسمع. وقال الهدهد: